الفيديو ده كان قبل اختفاء يوسف بسنة، فتخيل ان في يوم وبدون اي مقدمات تكتشف ان ابنك اختفى وكل الناس بتدور عليه والفاعل قدام عينيك ومن اقرب الناس ليك. وللأسف ان القصة دي مش خيالية، دي قصة حقيقية بتكشف عن اغبى واحقر خطة، وتكشف معاها ان مش كل اللي بنشوفه حقيقي. ضد مجهول واصل الحكاية. قضية النهاردة من محافظة الدقهلية، وتحديدا من قرية الشوامي مركز بالقاس. تبدأ أحداث قصتنا يوم السبت 28/10/2023 لما طفل اسمه يوسف راح الدرس ومرجعش، وبعد مرور 24 ساعة اتقدم بلاغين مختلفين. الأول إن يوسف اختفى، والتاني إنه اتخطف. ورغم إن البلاغين يعتبر واحد، إلا إن الحقيقة كانت غير كده. بس في الأول وكالعادة عاوزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. خلونا في الأول نرجع بالتاريخ لسنة 2010 ونتعرف على الأحداث والشخصيات. وأول شخصية الأستاذ أحمد فتحي أبو زيد، في أواخر العشرينات وبيشتغل فني صيانة، ومش معروف وقتها كان شغال في مصر ولا في الكويت. وزي أي شاب من سنه بيدور على بنت الحلال عشان يكون بيت وأسرة، وبيتعرف بشكل أو بآخر على أستاذة دنيا اللي في منتصف العشرينات، واللي فرق السن بينهم حوالي 4 سنين. إنسانة محترمة ومتعلمة وبتشتغل مدرسة، ويحصل نصيب ويتجوزوا والحياة تستمر بينهم. وخلال فترة جوازهم اللي استمرت تقريبا 10 سنين ربنا رزقهم ب3 أطفال، واللي كان أكبرهم يوسف اللي بتدور حواليه أحداث قضية النهاردة. بس الحياة مش بتستمر ما بينهم، وبيقرروا الانفصال، ومدام دينا بتعيش عشان تربي أولادها. يوسف وقت الواقعة كان في 6 ابتدائي وعمره 12 سنة. والدة يوسف أحسنت في تعليمه وتربيته، وده لأنه كان حافظ للقرآن وبيحب الإنشاد الديني. ده طبعا غير تفوقه في الدراسة، ورغم صغر سنه إلا إن والدته كانت بتعتبره راجل البيت، وده لأنه كان بيراعي إخواته اللي أصغر منه وبيذاكر لهم. وبالنسبة لعلاقة مدام دينا بأبو أولادها فكانت متصلة بكل احترام، وبعض المصادر توقعت إن في خلافات وشد بينهم، وده اللي هيتم استنتاجه خلال الأحداث. وفي وقت الواقع أستاذ أحمد كان في الكويت، والمعتاد إنه بينزل أجازة كل سنة. بس يوم السبت 28/10/2023 النور هيقطع ويوسف يختفي. الشارع اللي ساكن فيه يوسف اغلبه اهل وقرايب والده، وفي اليوم ده المفروض انه هينزل الساعه 2 الظهر عشان يروح اكتر من درس، واللي اخرهم كان درس عند عمته. بس يوسف ما راحش الدرس، وتتفاجئ مدام دينا ان عمه يوسف بتتصل وبتسال يوسف اتاخر ليه. مدام دينا وقتها حست ان في حاجه غلط، وما شكتش حتى ان يوسف كطفل ممكن يكون بيلعب ونسي نفسه. عشان كده اتصلت بالدرسين اللي كانوا قبل درس عمته، والاتنين قالوا ان يوسف ما جاش النهارده. وهنا اتحول القلق والخوف لرعب، وبدات المنطقه كلها في البحث عن يوسف. ولما الموضوع اتعرف وسط الناس بدأوا يقسموا نفسهم مجموعات، وكل مجموعة بتبحث في مكان.